السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم فيديو تاني من سلسله الابراج باختصار. برج النهارده برج الميزان، ولكن قبل ما ابدا اتاكدوا انتوا عاملين لايك وسبسكرايب على قناتي ومفعلين الجرس. وخلينا نبدا. اول حاجه عاوز اقولها عن برج الميزان، برج الهوائي اللي كل الناس بتشوف ان هو برج غلبان وطيب وعلى نياته. برج الميزان برج ذكي جدا 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 جدا، اذكى مما نحن نتخيل، وممكن نقول ان هو بينافس برج الجوزاء بذكائه. وعلى عكس الفكره العامه ان الجوزاء هو برج متلاعب وذكي بيفكر بطريقه محدش يتخيلها، برج الميزان كده برضه. بس الفرق ان برج الميزان مش بيبين ليه، علشان برج الميزان محظوظ جدا، وخصوصا في نقطه ان فينوس كوكب الزهره كوكب الحب والجمال بيحكمه، فبيدي دايما انطباع للناس ان هو انسان هادي وجميل ولذيذ، وهو كده فعلا. بس في جانب تاني محدش بيشوفه وصعب ان حد يكتشفه. ميزان ممكن نقول ان هو عاطفي بس بنفس الوقت عقلاني، يعني هو من اكتر الابراج اللي عندهم فعلا ميزان في الموضوع ده، ان هم على قد ما بيحسوا على قد ما بيفكروا. يعني نصيحه، ما تاخدش كلمه من ميزان وتقول خلاص هو مش هيغيرها، هو هيغيرها. مش عشان هو انسان سيء، بس عشان هو بيفكر دايما. لما احنا بنشوف حد عنده الميزان في الخيط الفلكيه بتاعته بنقول ان الانسان ده وشه بيرفكت. يعني لو انا جبت مسطره وحطيتها في النص هلاقي ان كل الجوانب زي بعض، symmetrical face. بيدي فكره ان الناس بتحب الشخص ده اكتر، بيكون محبوب جدا من الناس، وبيكون انسان اجمل من اي حد تاني. يعني بيكون عنده جمال مميز الميزان بشكل عام. يعني انا اعرف ميزان كتير، وخصوصا الميزان الراجل على فكره عنده لطف وطريقه كلام لطيفه جدا وظريفه وخفيفه كده، مش ناس متهوره ومتسرعه. هتلاقي ان في ميزان ممكن يكونوا متهورين، زي ايه مثلا في السواقه او الحاجات دي، الولاد يعني، او مثلا بيحبوا الحاجات الغريبه. ده لازم بقى تشوف خيطه الفلكيه. بس معظم الميزان مش كده، ميزان هادي جدا، ذكي جدا، متلاعب جدا، بيعرف ياخد الحاجه اللي هو عاوزها منك. للاسف احيانا الميزان بتاعه حسب الناس اللي في حياته. لو الناس اللي في حياته صح وكويسه هتلاقي ان الميزان كده فعلا عادل، بس لو الناس اللي حواليه مش كويسه هتلاقي ان الميزان بيعمل كده مش عادل خالص، عشان هو عاطفي وبيتاثر جدا من الكلام الناس بتقوله، من افكار الناس القريبه منه. يعني هو صح ذكي وعنده فكر مستقل وكل الكلام ده، بس ممكن تغير رايه بسهوله لو انت انسان هو بيثق فيه. يعني كل ما وثق فيك اكتر كل ما قدرت تغير رايه اكتر. وده ممكن اقول من العيوب الكبيره في الميزان، ان هو مش ثابت في افكاره، مش ثابت في ولائه حتى خالص. بس ده بالصعيد الاجتماعي. اما بالصعيد الشغل والعمل هتلاقي ان هو مثابر جدا، ذكي جدا، عنده رؤيه جميله جدا ومميزه جدا عن الناس التانية، عنده حاجه بتميزه عن الناس، بيطمح للاستقرار في الحياه على قد ما هو ممكن يكون متهور وبيحب الحياه ومعرفش ايه في بعض الاحيان، بس هو عاوز استقرار بالاخير. ميزان انا زي ما قلت ان هو زي الجوزاء، يعني هو متقلب زي الجوزاء، بس من جوه في حاجه طيبه جدا، في بذره بجد طيبه جدا، ولو نميتوها صح هتلاقوا احلى شجره واحلى زرعه. لو نميتوها غلط وسممتوها هتلاقوا اسوأ حاجه ممكن تعملوها في حياتكم. عشان بجد الميزان يعني طاقه بيور جدا، نقيه جدا، تيجي الحياه كده نقيه جدا، واي حاجه صغيره بتاثر فيها. وتلاقي ان هو اكبر مشكله في حياته ان هو دايما عاوز يعدل، دايما عاوز يلاقي العدل في الحياه، بس الحياه عمرها ما كانت عادله، ربنا بس هو اللي عادل. فلو انت عاوز ميزان يحبك خلي دايما المكان اللي هو فيه يكون جميل، دايما خلي شكلك جميل. يعني اكتر حاجه جميله للنظر، يعني رتبوا الحاجات، جيبوا حاجات حلوه، ليه يطلع الابداع اللي عنده فكر وابداع، يعني بجد حاجه رهيبه. فخليه يطلع الحاجات دي، خليه يمارسها قدامك. ما تكبتش الميزان خالص ابدا، مع انه عكس الحمل، بس عنده النقطه دي زي الحمل، ان هو ما بيحبش ينكبت، بيحب ان هو يكون صاحب كل قراراته في الحياه، واي حاجه بتقوله لا عليه هيعملها اكتر واكتر واكتر، وهيعاند معاك عشان الميزان عنيد جدا. وعنده ده هو اللي بيوصله لنجاح رهيب جدا في الحياه. الميزان من انجح الابراج، خصوصا في الحاجات اللي ليها علاقه بالتلفزيون والميديا والتجميل، اشطر ناس. والميزان هتلاقي نوعين، اللي بيهتم في نفسه قوي واللي مش بيهتم في نفسه ابدا. بس الميزان الصح هو اللي بيهتم في نفسه واللي بيحب نفسه جدا، عشان الميزان اصلا تابع لكوكب الجمال والحب. فده كان الفيديو. قولوا انتوا ايه رايكم، واكتبوا تحت في التعليقات اي معلومه انتوا عاوزين تضيفوها عن برج الميزان، حاجه احنا ممكن ما نكونش عارفينها. لكم هنا البلاي ليست اللي عملته عن برج الميزان، وزي ما في كل فيديو ان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامه.